سائلة تسأل تقول: ما حكم وضع الأظافر الصناعية من أجل الزينة؟ نسأل الله العافية. الأظافر الصناعية والرموش الصناعية وصل الشعر بشعر آخر، كل هذه محرمات ولا تجوز والعياذ بالله. هذه الأخت تقول: شيخ صالح، ما حكم تركيب الرموش للعين وتوضع بمادة لاصقة؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، فلا يجوز هذا الوصل، بل تزيله وتتوب إلى الله منه. قوله لعن النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا عليها باللعن، وليس هذا بمعنى السب فيما يظهر، أي سبها لا، بل معناها دعا عليها بلعنة الله عز وجل. وقولها الواصلة أي التي تصل شعر النساء، والمستوصلة التي تطلب من يصل شعرها.